اعمل ايه لو ابني او بنتي جم قالوا لي في يوم بعد المدرسه ان في ولد قال لهم مال شكلك غريب كده ليه؟ بناتنا وولادنا ممكن يتعرضوا للتنمر، وكلمه التنمر بقى متعارف عليها في مجتمعاتنا اكتر من زمان، بس تعالوا نتفق ان احنا محتاجين نعرف التنمر هو فعل بيحصل من شخص او من مجموعه بس بشكل مستمر على الطفل، يعني مش هزاره بايخه مره او طريقه ملهاش لازمه او سخافه في البريك تايم مثلا، لا التنمر مستقصدينه او مستقصدينها بيرزلوا عليها بشكل مستمر، والهزاره دي او البواخه دي مكمله معانا. ودايما بنقول للولاد والبنات كده، التنمر انك تضحك الناس بس ما تضحكش الشخص. لو كلنا بنضحك مع بعض ده معناه ان احنا كلنا we're having fun، بس لو في حد excluded من الضحك او حسن الكلام عليه وضايقه ووجعه يبقى ده اسمه تنمر، لما كمان بالذات يكون متكرر. بس انا عندي سؤال ليكم، احنا كبيوت كعائلات بنتكلم عن الناس ازاي؟ هل وصفنا للناس في التلفزيون ماله تخين كده ليه؟ مال جسمه غريب كده ليه؟ مال شكلها عامل كده ليه؟ لانه لو دي الكلمات اللي بنستخدمها في البيوت فهتكون دي الكلمات اللي ولادنا بيستخدموها مع بعض في المدرسه او في النادي او في اي مكان تاني. عشان كده لازم نتفق ان طريقه كلامنا في البيت بتاثر على اولادنا وبتخليهم متنمرين، بس ممكن ابني يكون بيحصل له تنمر او ابني الطرف الثالث اللي واقف بيتفرج، والثلاثه محتاجين مساعده. لو ابنك او بنتك جم حكوا لك عن موقف زي ده اسمع الموقف منه، افهم منه حصل امتى وحصل ازاي. ولو الشخص اللي عمل كده كمل يعمل كده وابنك مش عارف يدافع عن نفسه، بليز بلغ واتكلم مع المدرسه لانه هو كمان محتاج مساعده. لو ابنك او بنتك من المجموعه اللي بتتفرج وبتضحك وما بتاخدش موقف، علمهم يكونوا ازاي كايند. كتاب انا صاحبه كويسه وتوته توته بيساعدونا نحكي قصص عمليه للاطفال عشان تخليهم يفهموا اكتر عن ازاي يكونوا في امان من التنمر ويدافعوا عن نفسهم ويدافعوا عن غيرهم. ولما بنتكلم عن ان احنا كايند وطيبين وناس اصحاب كويسين وجدعان، ده اللي بنحكيه فانا صاحبه كويسه، لان بنقول الصاحب الجدع ما بيتريقش على حد، الصاحب الجدع ما يضحكش لو حد اتريق عليا، والصاحب الجدع لو شافني في موقف يساعدني ما يكملش الهزار عليا. وده اللي بجد ولادنا وبناتنا محتاجين يتعلموه. هزارات اللي حوالين ولادنا وبناتنا كتير قوي، والنكت والتريقه على الناس بقت حاجه شبه مقبوله، لكن لو بيتنا ومجتمعاتنا رفضت الطريقه دي وعقبت عليها وعلمت الولاد ان الجدعنه وانه كول انه ما يتريقش على حد، هنلاقي ان التنمر بيقل في مجتمعاتنا اكتر باكتر. علم ولادك ان هم يكونوا كايند طيبين، لان الطيبه حاجه قويه مش ضعف. علمه يدافع عن نفسه ويرفض التنمر بمنتهى الوضوح والصراحه، وعلمه كمان ما يبقاش بينخرط مع ولاد تانيين انه يتريق على حاجه تانيه عشان دي رواشه. وبلغ لو حصل مع ابنك او بنتك موقف زي ده.